يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقبل ان يفتح الصندوق في قصر الطاغية، في قصر طاغية مصر، ولم يكن فرعون وحده طاغية مصر، بل كان بعده طواغيت. وهذا الشعب المبتلى، هذا الشعب البائس الذي ابتلي برجل كان يذبح الابناء، خلقه رجال ملأوا سجون مصر ظلما. ولا انسى عندما كان يؤتى بالنساء في سجن الحرب عاريات كيوم ولدتهن امهاتهن، ويؤتى بعد ذلك باعقاب السجائر لتطفأ اعقاب السجائر في ملامس العفة في الفروج، في الفروج. اعقاب السجائر تطفأ في ملامس العفة من كرائم النساء. أليس فرعون هذا أشد من فرعون موسى؟ أعقاب السجائر تطفأ في ملامس العفة من كرائم النساء. لا أنسى يوم كان شمس بدران أو ظلام الإنسان يتربع على كرسي بسيل مصر السجن الحربي، وجيء له بشيخ يسمى علي سعود، بلغ من العمر 60 عاما، وكان هذا الشيخ من علماء الإسلام. أسأل الله أن يحفظه إن كان حيا ويرحمه إن كان قد مات. هذا الشيخ الذي أخلد اسمه من أشرف مكان أمر شمس أحد الزبانية أن ينزله عن السلم، فلما صارت طاغية الجلاد وراءه ضرب الرجل من الخلف برجله، فسقط الرجل يتكفر على درج السلم. فلما قام عن درج السلم نظر يمينا وشمالا فوجد بصره قد ذهب. انفصال شبكي، وكسرت احدى اصابع يديه. فدخل الجلاد على شمس بدران الذي كانت تنحني امام اقدامه اعلى الرتب، وهو برتبة عقيد او حقيد او فقيد. دخل الجلاد عليه مرتعدا وقال له: يا سيدي، ان الرجل قد ذهب بصره وكسرت احدى اصابعه. الجلاد مرتبك، واذا بفرعون مصر شمس، وهو من اسماء الاضداد، يقول له: ولماذا اراك مرتبكا يا كذا؟ وسبه باقزع الشتائم. كنت اود ان تخبرني بان اصابعه العشرة قد كسرت لاعطيك على كل اصبع جنيها جائزة. ابعد هذا الافتراء افتراء، ابعد هذا الظلم ظلم. ابن فرعون على في الارض، وكان اصوات المعذبين تسجل على اجهزة تسجيلية لتعرض على حكامنا وخبرائنا ليسمعوها وهم في فراش النوم ليتلذذوا بمن يستغيثون فلا يغاثوه. هذه مآسي لم يشهد التاريخ لها مثيلا. ولا زلت اذكر احد المشايخ وقد جاء به شمس بدران
الى بئر من اثار المجاري المليئة بالنجاسات، وقال له اخلع ثيابك وانزل في هذا البئر. فقال له ايها القائد انها نجسة وانا اصلي لله. فقال له نفذ الاوامر والا وضعت حذائي على رأسك فقتلتك. وينزل الشيخ العالم بئر المجاري حتى تصل المجاري الى اعلى عظام صدره، فيقول له الطاغية بالضلال انزل برأسك في المجاري. فيقول له ايها القائد رأس الذي يسجد لله ويقول سبحان ربي الاعلى اضعه في ماء المجاري. فقال له الا تفعل وضعت حذائي على رأسه. واذا بالشيخ يضع كفيه على وجهه وينزل في المجاري قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له الطاغية اذا فاصعد. فقال له الشيخ متهكما لا اصعد الا اذا نزلت بوجهي 3 مرات كما اتوضا لله 3 مرات لتكون كل مرة شاهدا عليك امام الواحد الديان. ان فرعون علا في الارض وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فيعقب علام الغيوب على هذه العبارة قائلا وهم لا يشعرون ان يد الله تعمل في الخفاء، ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لاحد ان يستعجلها او يقترح عليها. يوم ذهب بشهيد الاسلام سيد قطب لينفذ فيه حكم الاعدام في محكمة باب الخلق، وخالق الخلق شاهد على هذا، ذهب معه احد الجلادين في مصر وكان يعمل يومها رئيس وزراء، وجيء له باحد اصحاب العمائم الزائفة ووقف الشيخ المزيف امام الشهيد يقول له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال له سيد قطب حتى انت يا فلان جئت لتكمل الفصل الاخير من مسرحية الظلم. واذا بجلاد مصر يضرب الشهيد بكرباجه قبل ان ينزل حبل المشنقة بدقائق، ويقول له بلسانه البذيء السفيه اتتفلسف حتى وانت قادم على الموت. ولما اراد صاحب المشنقة، لما اراد عشماوي ان يقيد ذراعي سيد قطب وراء ظهره، قال له سيد قطب لماذا تقيدني؟ اتخاف ان افر من جنة الله رب العالمين؟ انني ذاهب الى الجنة، انني ذاهب الى الجنة. بيني وبين الجنة، بيني وبين الجنة خطوات ان خطوتها اصبحت في الفردوس مع رسول الله. يا معاشر المسلمين، والان يقف الحبيب محمد ليعلن هذا القرار في هذا المشهد. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. رسول الله عليك سلام الله، أبا بكر عليك رضوان الله، عمر عليك سحائب الرحمة، أيها القادة
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. القبر يضمنا، الموت يعمنا، القيامة تجمعنا، الى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اذا فما العلاج؟ ما علاج اسرائيل؟ علاج اسرائيل ان نربي لها شبابا كعلي بن ابي طالب. اسمعوا الى هذا الشباب الذي رباه سيدنا الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الامة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها، ويكون الرسول زعيمها، ويكون القرآن دستورها، ويكون الجهاد اسمى امانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية. اذا فما العلاج؟ ما علاج اسرائيل؟ علاج اسرائيل ان نربي لها شبابا كعلي بن ابي طالب. اسمعوا الى هذا الشباب الذي رباه سيدنا الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الامة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها، ويكون الرسول زعيمها، ويكون القرآن دستورها، ويكون الجهاد اسمى امانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.